حد يا جماعه يلحق البنت دي بسرعه، عاوزه تعمل زي بسنت. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، بعتت لي بتقول لي انا هعمل زي بسنت لان رحمه ربنا ارحم من المجتمع الزباله الظالم ده. مش بس البنت دي، ده في واحد تاني بعت لي وقال لي فكرت في الانتحار فعلا وفتحت الغاز الطبيعي واغلقت الشقه على نفسي. ورساله ثالثه قالت لي لما شفتها خلتني اتشجع اعمل زيها. واحده تانيه بتقول لي على طول امي بتشكل معايا وبتشتمني بشتايم وحشه قدام عيالي وفكرت في الانتحار. في مئات بل ربما الاف بيفكروا بنفس تفكير بسنت وعاوزين ينتحروا وفاكرين ان اول ما ينتحروا ان حالهم رق واستراحوا من الدنيا وهيقدموا على جنه. مين قال لحضرتك كده؟ مين ضحك عليك وفهمك ان الانتحار هو الحل؟ الانتحار بدايه العذاب. ومحدش يفهمني غلط ويقول لي انت ازاي بتحكم على بسنت بالنار؟ انا ما بحكمش على حد بجنه ولا بنار، وبسنت مستحيل نرجعها تاني للدنيا عشان نقول لها توبي يا بسنت، وانما بندعي لها بالرحمه والمغفره. ولكن كلامي دلوقتي مش لبسنت، وانما كلامي لكل واحد بعت لي الرسائل دي وكل واحد ما بعتليش رسائل ولكنه فكر في الانتحار. الشيطان بيضحك عليك وعاوز يضيعك ويدخلك نار جهنم، لان الشيطان عارف انه داخل النار وش يقول لك انا هخربها عليا وعلى اعدائي، انا هدخل اكبر عدد معايا، فيقنعك ان الحل الوحيد من اللي انت فيه من الضنك والهم والغم والديون والبلاوي، الحل بتاعها بس انك انت تنتحر فتستريح بحته غله، او ترمي نفسك من فوق البرج، او تروح تولع في نفسك، او ما تعملش كده، اوعى. انت بتفتح على نفسك طاقه جهنم وانت مش واخد بالك. يا اللي بتسمعني كلامي للاحياء مش للاموات. مفيش حاجه في الدنيا دي كلها تستاهل ان انت تموت نفسك عشانها. ليه؟ النار مش سهلة. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ده كلام ربنا والله ما كلامي. وقال لك في سورة تبارك الذي خلق الموت والحياة. ليه يا رب؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. البلاء والاختبار صفة أساسية من صفات هذه الدنيا. اوعى تفكر ان انت عايش في الدنيا على الحرير، او ان انت عايش في جنة، او انت هتبقى عايش سعيد 100%. مفيش حد هيبقى سعيد سعادة مطلقة إلا لما يخش الجنة. ودخول الجنة بيكون انك انت تطيع ربنا وتسمع كلامه في كل صغيرة وكبيره، وانك انت تصبر على البلاء اللي ربنا ابتلاك بيه. سيدنا ايوب اللي ضرب بيه المثل وهو نبي من انبياء الله، بنقول يا صبر ايوب ابتلي في جسده وفي ماله وفي اهله وفي زوجه وكان صابر. يقال ان هو 18 سنه صابر على هذا البلاء. وربنا وعدك ووعدك انت كمان لو انت صبرت على اللي انت فيه ساعتها هتؤجر يوم القيامه. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس هذا لاحد الا للمؤمن اذا اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اوعى تجزع ولا الشيطان يهزك من جوه ويقول لك انت يا عم كده كده يلا خلصانه، ريح نفسك يا الحاج وموت نفسك، محدش واخد منها حاجه، وكده كده انت هتموت موت بدري بدل ما تموت. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اخسأ عدو الله. فبالله عليكم احتووا الناس دول. اي حد قريب منه حد بيفكر في الانتحار اقعد معاه وفضفض معاه وشوفه متضايق من ايه وخرجه من اللي هو فيه، يمكن تؤجر على كده. والله في حاله من الحالات اللي انا قرات رسائلها من شويه تواصلت معايا، مش حاله او اتنين بل اكتر من كده، تواصلت مع كتير منهم والحمد لله هديوا واطمنوا لما كلمتهم كلمتين كده كويسين وفهمتهم حقيقه الدنيا وانت لازم تصبر ولازم تحتسب. واوعى تكون مفكر ان انت بس الموجوع. انا قدامك هو شريف عبد الله موجوع في حاجات كتيره ولكن بصبر وبحتسب لان دي هي طبيعه الدنيا وحقيقه الدنيا اللي احنا عايشينها. لا تكون مفكر ان انا قاعد في قصر من القصور وراكب عربيه مرسيدس والحاجه، لا عادي الدنيا بتزق فينا وبنزق فيها زي ما هي بتزق معاكم وانتوا بتزقوا معاها، ماشيين والدنيا ماشيه والحمد لله. طالما ربنا راضي عنا يا رب ارضى عنا يا رب. فاحنا سعداء برضا رب العالمين وده اللي بيهون علينا شقاء الدنيا وتعب الدنيا وهم الدنيا وغم الدنيا. واوعاك ثم اوعاك تفكر في الانتحار لان النبي عليه الصلاه والسلام شدد جدا جدا في الامر ده وقال ان اللي بيتحسى سم فهو يتحساه في نار جهنم، والذي يتردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم. يعني اللي انت موتت نفسك بيه في الدنيا هتتعذب بيه مع عذابك اصلا في النار. خد بالك من بنتك، خد بالك من عيالك، خد بالك من مراتك، خد بالك من امك، خد بالك من ولادك. ما تخليش الدنيا تاخدك وتلهيك عنهم، وانما اقعد معاهم فضفض معاهم. انت يا بنتي في حاجه زعلانه مني، انا ضايقتك، في مشكله عندك في المدرسه، في مشكله عندك في الجامعه، جوزك عامل معاكي ايه، عيالك قرفينك، شوف ايه المشاكل اللي عندهم نوديهم لدكاتره عالجهم نفسيا، قربهم من ربنا. انت نفسك قربي لربنا. وكل ام بتذل بنتها او بتشتم بنتها او بتاذي بنتها حسابك شديد جدا عند ربنا لو هي توصلت ان هي تروح تنتحر بسببك، وده مش مبرر اللي هتنتحر ابدا. اوعي تضيعي نفسك عشان خاطر ام ما ترضيش ربنا ولا اب ما بيعرفش ربنا فبيأذيكي. هي دنيا طالت او قصرت والله ساعه واحده بحساب الاخره، واقل من ساعه كمان هتعيشها بما يرضي الله، تموت بما يرضي الله، تدخل الجنه مع النبي عليه الصلاه والسلام. تعيشها في غضب الله، تموت بغضب ربنا، اخاف عليك تخش النار. اللهم بلغت اللهم فاشهد. فوقه
قبل أن يأتيك ملك الموت، وحينها انتهى الاختبار ومفيش رجعة تاني بعد الموت. طول ما أنت بتلجأ لرب العالمين مستحيل يضيعك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. مع هذا الصبر لجوء واستعانة بالله عز وجل، وعبادة وصلاة وحجاب وصوم ونوافل وذكر وقرآن وتقرب لرب العالمين. ربنا هيريح قلبك دنيا وآخرة. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وهون علينا شقاء الدنيا وعناء الدنيا، وارحم بسنت واغفر لها واغفر لمن مات مثلها. لا عليكم وصل دلوقتي حالا الكلمتين دول لغيرك، عشان غيرك والله بيفكر في الانتحار، فيمكن يسمع الكلمتين دول فيهونوا عليه، فيبدأ ان هو يتوب ويرجع لربنا وربنا يقبله. وصلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.